إزاي نشاط بيخسر في مصر من كل المشاركين فيه، ولكن في فرد واحد في المنظومة هو اللي بيكسب منه. لو عندك بيزنس خاص أو أنت مدير في شركة لازم تكون فاهم كويس يعني إيه إدارة أعمال. إدارة الأعمال مش رفاهية لو أنت في مناصب قيادية، وعشان تتعلم إدارة أعمال ده بيكون مكلف جدا سواء عن طريق الجامعات أو عن طريق الكورسات. لكن في عندنا نموذج ممكن تتعلم منه إدارة أعمال كويس قوي وتنجح قوي وببلاش. النموذج ده هو النادي الأهلي. النادي الأهلي مش مجرد نادي كورة، ده كيان مؤسسي متكامل، نموذج إداري عظيم جدا استمر عبر الأجيال. لو درست قراراته الإدارية على مدار العصور هتتعلم إدارة أعمال كويس جدا، وهتقدر إنك أنت تدير المؤسسة بتاعتك أو تدير الشركة بتاعتك بكل احترافية من غير ما تدفع ولا جنيه. إزاي نشاط بيخسر في مصر من كل المشاركين فيه وكل الناس بتشتكي منه، ولكن في فرد واحد في المنظومة هو اللي بيكسب منه. الفرد ده هو النادي الأهلي. هو النادي الوحيد في مصر اللي بيقدر يحقق أرباح من نشاط كرة القدم. الموضوع مش بس في الكورة، الموضوع أكيد وراه إدارة. لأن لو على الكورة في أندية كتيرة بتلعب كورة وممكن يبقى عندها كورة كويسة بس ما قدرتش إن هي تستمر وما قدرتش إن هي تحقق أرباح. بالعكس تقريبا كل الأندية بتحقق خسائر مهولة من كرة القدم. لما نيجي نتعلم إدارة أعمال من النادي الأهلي هنرجع في التاريخ كتير قوي، هنرجع أكتر من 100 سنة من وقت إنشائه سنة 1907 والتأسيس الفعلي سنة 1909 إلى الوقت الحالي. وإذا حبينا إن إحنا نبدأ إن إحنا إزاي هنتعلم إدارة من النادي الأهلي، إيه اللي النادي الأهلي ده عمله عشان نتعلم إدارة منه، فتعالى نرجع لموقف من بدايات تأسيس النادي سنة 1918. 1918 ومع بدايات النشاط الرياضي في مصر اتقدم 6 من لاعبين النادي الأهلي باستقالتهم للجنة الإدارية العليا اللي هي بدل مجلس الإدارة الحالي للجنة الإدارية العليا برئاسة عبد الخالق ثروت باشا باستقالتهم. النشاط ما كانش في الوقت ده طبعا بعقود والتزامات، هو انت زي اي موظف في شركه، انا بشتغل معاك دلوقتي فممكن ان انا اقدم استقالتي وامشي من معاك. فتقدم 6 من اهم اللاعبين في الوقت ده باستقالتهم لعبد الخالق باشا ثروت، وكان القرار الاول واللي استمر عبر الاجيال بعد كده هو قبول استقاله ال6 لاعبين فورا ومنعوهم من دخول النادي الاهلي. بعد كده تراجع 4 منهم واعتذروا للنادي، ولكن كان القرار بدون تفكير هو قبول استقالتهم جميعا. في علم الاداره ده بيمثل مفهوم مهم جدا، وهو مفهوم الكور اورجانيزيشنال فاليوز او القيم الجوهريه المؤسسيه. القيم دي هي المبادئ اللي بتوجه سلوك المؤسسه وقراراتها. قبول الاستقاله بحسب ده ارسل رساله مفادها ان الولاء للمؤسسه وسمو الكيان فوق اي اعتبار، وهي قيمه غير قابله للتفاوض حتى لو تعارضت مع الاحتفاظ بالنجوم. في كتابهم بيلت تو لاست بيقول جيم كولينز وجيمي بوراس ان المؤسسات العظيمه تضع قيمها وهدفها الأسمى فوق كل اعتبار، بما في ذلك تحقيق الأرباح أو الاحتفاظ بالأفراد الموهوبين إذا كانوا مش بيتماشوا مع ثقافة الشركة. الموقف الثاني سنة 1928، والموقف ده من أشهر المواقف في تاريخ النادي الأهلي وأهمها في تعلم الإدارة. النادي الأهلي كان بيلعب نادي الترسانة في نهائي كأس مصر، والتقارير ذكرت إن الحكم في المباراة دي كان أخو لاعب من لاعبين الترسانة، وفعلا الحكم كان متحيز جدا للترسانة مما أدى إلى خسارة النادي الأهلي للقب في الوقت ده. في الوقت ده كان بيلعب في النادي الأهلي واحد من أهم اللعيبة في تاريخ الكرة المصرية وهو حسين حجازي، لدرجة إن هو كان بيلقب بأبو الكرة المصرية، ولدرجة إن الجماهير كانت بتقول إن فريق حسين حجازي بيلعب. حسين حجازي بعد المباراة اعترض على الحكم بشكل فظ جدا ورفض هو ومجموعة من اللاعبين معاه إن هم يستلموا الميداليات الفضية وسابوا الملعب. إدارة النادي الأهلي فورا وبدون تفكير أعلنت إيقاف حسين حجازي 6 شهور وإيقاف باقي اللاعبين 3 شهور مع إرسال اعتذار لاتحاد الكرة، بالرغم إن هم كان ممكن يكون عندهم حق وإن هم فعلا حسوا بالظلم. في الموقف ده في علم الإدارة بيعكس مفهوم مهم جدا، وهو مفهوم الحوكمة المؤسسية والعدالة التنظيمية أو الكوربريت جوفرننس والأورجانيزيشنال جوستس. الموضوع ده بيتعلق بشكل مباشر بأهمية تطبيق القواعد واللوائح على أيا كان داخل المؤسسة بغض النظر عن مناصبهم أو عن أهميتهم داخل المؤسسة. إنك توقف أهم لعيب في الكرة المصرية في الوقت ده، ده أرسل رسالة بشكل واضح جدا إن مفيش حد فوق النادي، مفيش حد فوق المؤسسة. ببساطة كان من بدايات تأسيس مبدأ الأهلي فوق الجميع اللي أثبت إن سيادة القانون داخل المؤسسة أهم من أي اعتبارات تانية. وده مش بس مهم إنك أنت تثبت القوانين بتاعت المؤسسة بتاعتك فيها، ولكن
ده بيمنع ظهور مراكز قوة داخلية داخل المؤسسة. ممكن تكون مؤسسة قوية، ولكن إنك أنت تتساهل مع حد لأن هو في منصب مميز أو لأن هو نجم، ده بيخلي لك مركز قوة داخلي، يخلي إدارة الشركة تضعف في الإدارة، ويخلي حد من جوه الشركة هو صاحب المراكز الأقوى. ده بيكون موجود كتير في شركات ومؤسسات. يظهر موظف هو النجم داخل الشركة، يبدأ إن هو ينحرف بره النطاق الأساسي للشركة والقوانين الصارمة للشركة، فيكون له أتباع من الموظفين، ويبدأ إن هو يضعف الشركة لأن هو شايف إن هو عنده رؤية وإن هو مميز وإن هو أهم واحد في المنظومة. فبالتالي ده بيأثر على المدى القصير والطويل في إن هي بدل ما تفقد شخص واحد أو مجموعة، ممكن تفقد الشركة كلها لصالح هذا الشخص. وده اللي بيشير ليه جيم كولينز في كتابه Good to Great، إن المؤسسات العظيمة لا تسمح حتى للنجوم بتجاوز نظام المؤسسة. الموقف الثالث وهو للمايسترو صالح سليم. صالح سليم في أول مشاركة ليه مع الفريق الأول انفعل على حد من زمايله وشتم. كان موجود في الوقت ده الرمز الكبير للنادي الأهلي مختار التتش. مختار التتش فورا نادى على صالح سليم وهو قاعد على ترابيزة كده، وبدأ إن هو يخبط بإيديه على الترابيزة دي وقال له إذا تخيلت في يوم إنك أهم من النادي خد بعضك وامشي وما تجيش تاني. الموقف ده صالح سليم بيحكي بعد كده عنه إن هو كان أحد أهم المواقف اللي علمته قيمة النادي الأهلي، وعلمته إزاي إن هو يضع نظام مؤسسي ويحترم الرموز اللي موجودة في النادي الأهلي ويحترم زمايله وما يتخطاش القواعد دي. وقال إن مختار التتش من أهم الناس اللي علمته يعني إيه النادي الأهلي. الموقف ده بيمثل نموذج مهم جدا في الإدارة، وهو نظام القيادة بالقدوة أو التنشئة الاجتماعية التنظيمية، واللي بنقول عليها رول موديل ليدرشيب. هي عملية بيتعلم من خلالها العضو الجديد في المؤسسة. يعني لو عندك موظف جديد داخل المؤسسة، فبيتعلم من القدوات اللي موجودة داخل المؤسسة ايه هي انظمه ومعايير المؤسسه دي وازاي ان هو يحترمها، وبيتعلم ان الموهبه والشطاره لوحدها مش كفايه، ولكن لازم تبقى مقترنه بالتواضع والالتزام بقيم المؤسسه. وده اللي بيشير ليه إدجار شاين وهو احد منظري الثقافه التنظيميه، ان الثقافه بتنقل وترسخ عن طريق سلوك القاده. مش كفايه بس ان القاده يوجهوا بالكلام، ولكن لازم يبقى سلوكهم الرول موديل اللي بنتوجه من خلاله. وده بيظهر أهمية حاجة مهمة جدا في الإدارة، وهي الكوتشنج والمنتورنج أو التدريب والتوجيه. وده بيستخدم لتعليم الأفراد الجدد في المنظومة إزاي إن هم يمشوا على خطى المنظومة ويكونوا شغالين وفقا للثقافة التنظيمية للشركة. الموقف الرابع والأهم يعتبر في تاريخ النادي الأهلي كله سنة 1985، واللي اتسمت بأزمة اللاعبين أو أزمة 1985 أو مذبحة اللاعبين. الموقف ده كان نقطة تحول في تاريخ النادي، وهي أحيانا بتحصل في كتير من الشركات ويكونوا قدام نفس نقطة التحول دي. سنة 1985 استقال محمود الجوهري المدير الفني للنادي الأهلي في الوقت ده، شكوى من إن حسن حمدي مدير الكورة في الوقت ده بيتدخل في شغله. في الوقت ده صالح سليم كان رئيس النادي الأهلي، وأول ما تقدم له الاستقالة قبل فورا، لأن النادي الأهلي عارف بالظبط إزاي مؤسساته بتمشي، فهو متأكد إن مفيش حد بيتدخل في شغل حد بطريقة إن هي تضايقه. فما كان على صالح سليم إن هو قبل الاستقالة. 16 لعيب من الفريق الأول من أهم اللعيبة في مصر في الوقت ده، أسامي كلها تخض، تمردوا على النادي الأهلي وقرروا إن هم يروحوا مع مدربهم محمود الجوهري ويتدربوا في مكان بره النادي. ومش بس كده، لا ده كمان أصدروا بيان عن رفضهم لموقف النادي الأهلي وتضامنهم مع المدرب بتاعهم محمود الجوهري. وهنا كان أهم تطبيق لمبدأ إن الأهلي فوق الجميع، اللي صحيح بدأ من زمان قوي من وقت إنشاء النادي، مرورا بالمواقف اللي اتكلمنا عنها ومواقف كتير لسه هنتكلم عنها، إلا إن الموقف ده كان في منتهى الحساسية، لأن كان الأهلي في الوقت ده هيلاعب الزمالك الماتش اللي بعده على طول، وكان صالح سليم أهم من وضع مبدأ وقاعدة وقانون الأهلي فوق جميع أبنائه ومنتسبيه. رفض صالح سليم أي محاولات لفرض نظام أو توجه معين على إدارة النادي، واعتبر إن التمرد ده خروج عن مبادئ النادي وسياساته، وكان القرار فورا بإيقاف 15 لعيب من ال16، لأن كان مختار أعلن نيته للاعتزال في الوقت ده فخرج بره اللاعبين. مش بس كده، ده قرر إن هو وشارك في المباراة دي بالناشئين. قرار ممكن تشوفه في الوقت ده جنون، انت داخل تلاعب الزمالك المنافس التقليدي بتاعك بالناشئين. مش بس انك انت ممكن انك انت هتخرج من البطولة، كان دور الثمانية في كاس مصر، لا ده انت هتطلع بفضيحة، ولكن
كانت المفاجأة إن جيل التلامذة والناشئين قدروا إن هم يفوزوا على الزمالك 3-2. فكانت رسالة مش بس في الكورة، كانت رسالة خارج حدود الملعب، إن إزاي يبقى المؤسسة بتاعتك رقم 1، إزاي إن مفيش حد يقدر يتمرد عليك، إزاي إن ما يكونش فيه كلمة تعلو فوق كلمة النادي. الموقف ده في إدارة الأعمال مش مجرد درس واحد ولا موقف واحد ولا حاجة إنك أنت تقدر تتعلمها منه، ده مجموعة من الدروس والمفاهيم في علم إدارة الأعمال اللي تقدر إنك أنت تتعلمها من موقف واحد ده. أول مبدأ هو decisive leadership أو القيادة الحاسمة. صالح سليم ما ترددش في الموقف ده إن هو ياخد قرار شديد جدا قصاد اللعيبة دول، وقرار ممكن يخلي الجمهور غاضب جدا عليه، وقرار ممكن يخلي النادي يشيل سكور تاريخي في ماتش. هو اتخذ قرار حاسم وممكن يكون مؤلم على المدى القصير، لكن على المدى الطويل هيرسي مبدأ وقاعدة مهمة جدا يستمر عليها النادي لعقود متتالية، وهي إن مصلحة الكيان فوق أي حد وفوق كل اعتبار. وده اللي أنت لازم تطبقه في شركتك، إن مصلحة الشركة فوق أي اعتبار، وثقافة الشركة فوق أي حد. تاني حاجة تقدر تتعلمها هو ثقافة المؤسسة أو الأورجانيزيشنال كالتشر. ثقافة المؤسسة في الموقف ده أثبتت بما لا يدع مجالا للشك إن الأهلي فوق الجميع مش مجرد كلمة. ولما تتحط في الموقف ده، لما تقول إن شركتك فوق الجميع، ما تبقاش مجرد كلمة حتى لو هتستغنى عن أهم ناس عندك، ولكن إن هم يخرقوا قانونك ويخرقوا نظام الشركة، فما فيش حد فوق الشركة. وإن ده ما يكونش مجرد شعار، بل سياسة بتتبعها وبتطبقها على أي حد. ثالث درس بنتعلمه هنا هي نظرية الإشارات أو السيجنالينج ثيري. قرار الإيقاف أرسل رسالة قوية جدا ومهمة جدا، إن النادي الأهلي لن يضار بالتهديد، إنما الولاء والالتزام هما المفتاح الوحيد لفرص وجودك في النادي ده. فكانت الرسالة مش بس للعيبة اللي تمردوا على الفريق، ولكن كمان للجمهور، للناشئين، للأعضاء، للفرق المنافسة، قد إيه ثقافة النادي ده ساهمت في النجاح ده. حتى على فكرة لو كانش النادي كسب، لكن كان هيظل الموقف ده محفور في وجدان كل لاعب أو ناشئ أو لاعب هيجي بعد 100 سنة، أو الجماهير أو المنافسين، إن الأهلي ما بيتلويش دراعه. وكذلك الشركات ما ينفعش يتلوي دراعها طول ما هي على حق. رابع حاجة بنتعلمها في درس زي ده هو التخطيط للمستقبل. النادي كان ممكن ما يقدرش ياخد القرار ده لو ما كانش عنده قطاع ناشئين، ولو قطاع الناشئين ده ضعيف كان ممكن يخليك ضعيف انك انت تاخد القرار ده. ولكن الثقة في ان قطاع الناشئين هيقدر يجيب لك لعيبة عارفة يعني النادي الأهلي وعارفة قيمة المباراة اللي هتشارك فيها، فكان عندك قوة أكتر انك انت تاخد القرار ده حتى لو هتخسر، بس انت واثق ان عندك ناس هتقدر تطلع وتقدر تسد في المكان ده. وعشان كده في شركتك لازم تكون عامل حسابك للي جاي. لو ده مشي، مين هيكون موجود مكانه؟ لو الجروب ده خدوا بعضهم واتفقوا وعملوا شركة تانية او حبوا ان هم يطلعوا بره الشركة، الخطة البديلة هتكون ايه؟ باختصار، أزمة 1985 ما كانتش مجرد أزمة عابرة، دي كانت لحظة فارقة ممكن تتعرض ليها أي شركة وأي مدير في أي مكان. ودي بتحول ثقافة الشركة من مجرد كلام لأفعال، لحاجة تبني عليها مستقبل، لحاجة تعلم كل الموظفين أهمية المكان اللي هم فيه وسياسته الصارمة وعدم تهاونه في أي حاجة تخص ثقافة الشركة والمنظمة. ده الجزء الأول. في الأجزاء اللي جاية هنعرف أكتر إزاي تتعلم إدارة من النادي الأهلي. النادي الأهلي نادي عظيم، نادي مش بس يبسطك في الكورة، لكن نادي تقدر تتعلم منه جوانب كتير أوي في الحياة. لو حابب إنك أنت تنجح زي النادي الأهلي، تابعنا في الحلقات الجاية.